السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، ليلة كروية أوروبية لن تكون أبدا عادية. إنها مواجهة تاريخية بعراقتها، بشعبيتها، بمجدها، بتاريخها، وبألقابها، وبمواجهة كونتي للزندين زيدان. لاعبين اثنين لعب مع بعض في اليوفي، 16 لقب فوق الميدان يا سادة، 13 للريال مدريد و3 لإنتر ميلانو في استاد ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد. عملاقان في الميدان، يا سلام يا سلام، سنعيش احلى زمان. هذه المجموعه الثانيه يتصدرها بوروسيا مونشنجلادباخ برسم 5 نقاط بعد انتصار تاريخي على الشختار منذ قليل ب6 اهداف ل0 في دونيتسك. لحظات والان تبدا قمه النار لهذه المجموعه. الدوري الانجليزي حوار مع لوكاس فاسكانو، كره تعدي خطيره من ريال، جول اسانسيو بالتصويب، وهاندانوفيتش بخبرة سنين طويلة ينقذ الدفاع النيراتزوري. هذه الكرة من ايدين هازار، واول انذار من اصحاب الدار، والكرة تعدي على طول. الاول تاريخ كارفاخال والثاني ناتشو. الغائبان اثنين لأنطونيو كونتي. زيدان 48 اوكرانيا امام شختار 0-0. جول اورا كروس في التحضير لفالفيردي، فالفيردي وتألق آخر لسمير هاندانوفيتش. فيدريكو فالفيردي أمامنا، القيمة الثابتة طبعا 22 عام. فيها جول وفاسكاز جول، لا صعب المباراة على العارضة، تكسر العارضة. هذا انتر ميلانو وحده في أبرز فرصة في فاسكيز يعمل التحضير والتصويب في اهدار الفرص. لوتارو مارتينيز وماس ويحضر كرة والتصويب صاروخية يا سلام. ارتورو فيدال صاروخية يا سلام. ارتورو فيدال من العاصمة سانتياغو الشيلية يبعث بالصاروخية راجما الصواريخ تمر بجانب الحي. حوار حكيمي الكلمة الأخيرة لتيبو كورتوا. إصابة بين الصديقين لنفس الفريق فيرلو مندي وتيبو كورتوا. تبع كريم بنزيما في القائم الثاني، فاسكاز والتسويق غريب. فيدريكو فالفيردي يرفع التحدي، ولكن الكرة غير دقيقة. نجم منتخب الاوروغواي يفتقد للدقة. شوف التحضير، تعدي الكرة في القائم الثاني لبيريجيتش، لكن ضربة أشرف حكيمي، لكن وين ضاعت الكرة؟ كان بالكرة كريم جول، كريم جول، كريم جول، كريم جول. الريال في أكبر المواعيد، الريال يرجع عنيد، حديث في حديث. هدف أول للملك المدريدي لإنتر ميلانو، يعاين الأضرار خارج الديار. هو كريم، هو المرعب كريم بنزيما، هو قلب الناس. مباراة داخل المباراة بين لوتارو مارتينيز. كروس يتقدم وراموس، ما زلت نحكي على المطرقة، هذه هي المطرقة. راموس، هذا هو راموس، راموس المطرقة الإسبانية تأتي بالثنائية. انتر ميلانو في حالة انهيار أمام الريال. كرة الراية لوتارو جول الانتر جول. الانتر يسترجع تاريخه القريب مع مورينيو والبعيد مع هيريرا. انتر الان بلونه الجميل يتسلطن في عز هذا الليل. اذا والحارس سمير كروسي وزع، والمفرقين واشرف حكيمي وتيبو كورتوا كالعاده. الريال في وضعيه الهجوم. عيسى فيدال لن يفلت هذه المره. الورقه الصفراء لارتورو فيدال مستحقه اكثر مما يمكن ان نقول. ارتورو فيدال في عفوه رابعه، وبالتالي الانذار. الانتر يريد ان يكون شكل ثاني. برازافيتش اليوسع، بنزيما وايدين ازار.
السريع لإيفان بيريشيتش يتفوق على فاران يعدي والتصويب والتصدي وعمره 27 عام. إيدن هازار بروزوفيتش يتدخل تدخل قوي من الكرواتي يستوجب الانذار. بروزوفيتش في 7 موسم ليه مع انتر ميلانو ينال الانذار الاول. كرة باستوني بعيدة بالراس أوروبية. توني كروس يوزع تدخل من الدفاع. بروزوفيتش يوزع التواصل مع باريلا وراموس يتدخل بقوة. راموس يتدخل بقوة لباريلا. إصابة على مستوى اليد اليمنى عند السقوط. باريلا في دار المدافع ما يقرأ بروزوفيتش. وفين يوفنتوس وبايرن ميونخ. وإذا يسجل الليلة سيصبح اللاعب الأول الذي يسجل في شباك الريال مع 3 أندية مختلفة اليوفي والبايرن والإنتر. كريم يعدي كريم في التحضير لكن متباطئ ومتقدما على برشلونة ب8 نقاط. كرة للإنتر باريلا حكيمي ضيع. كريم يحضر يا سلام والتصوير وفيها جول. بيريسيتش جول. جول لكل من شكك في قيمة انتر ميلانو هذه الليلة. هذه الإجابة بالطول وبالعرض بالجملة وبالتفصيل. والريال يعيش الليلة كل الويل. إيفان بيريشيتش الفارعة. كرة كرواتية لبروزوفيتش وتيموفيزي في وضعية هجومية. اشلي يونغ يوسع الألماني يعدي ويسدد في دار اشلي يونغ وركنية من ماندي. لوتارو مارتينيز كرة في دار فاران وبيريشيتش مرة أخرى تصويب أصبح معدوم يعني الفائدة. تدخل باستون من مساحات غريبة وكرة جول. رودريجو جول. اظهروا بان يا الريال في أصعب زمان. الريال يا سادة يعود كالعادة يعود من جديد. نار رودريجو البرازيلي من برازيلي في هذا الليل. الانتر ينهار. رواية دوري أبطال أوروبا يكتبها دائما الريال. حكاية الأبطال تتكلم فقط عن الريال. لو حكى